يا صباح الخير والسعادة عليكم حبايبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مشرفيني ومنوريني دايما في مطبخ زينب علام. شايفين العظمة دي؟ العظمة دي ب5 جنيه. جبنة قرنبيطاية ب5 جنيه. وهنعملها النهاردة حاجة تحفة. أنا بسميها كيكة القرنبيط. حطينا طماطمتين كده في الخلاط ضربناهم كويس. وهننزل بكل المكونات في الخلاط. سهلة وسريعة وبسيطة وحاجة كده ايه تنجزك. حطينا على الطماطم 3 بيضات، والبيض دوت على حسب ما انت عايزة تكتري عايزة تقللي ده براحتك جدا. حطينا بهاراتنا الجميلة، ملح فلفل كمون كزبرة شطة كركم، كل الحاجات اللي بتحبيها. حطينا بقى فصين توم، حطينا قرن فلفل وشوية كزبرة وشوية شبت، كله في الخلاط اللي محتاس معانا طول الفيديوهات ده اهو. هنضرب كل المكونات. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش ان انتوا تتفاعلوا معايا بالكومنتات الجميلة للفيديو، وكمان تشيروا الفيديو، وما تنسوش اشتراك في القناة. بصوا بقى القوام طبعا خفيف، هنزوده شوية بمعلقتين دقيق، معلقتين بقسماط، ومعلقتين نشا، ونص او معلقة كبيرة بيكنج باودر، ودي بتدي الصينية ديت هشاشة جميلة قوي. هنضرب كله اهوت وكده احنا خلصنا. شفتوا بقى سهلة جدا وسريعة. بصوا القوام تقيل طبعا اهو. هنركن ده على جنب، وهنجيب القرنبيطايه اللي احنا سلقناها نص سلقة. نص سلقة. بدأت ان انا هفعصها كده، قلت لا، انا عايزاها تبقى باينة في الصينية. رحت جايبة السكينة ومقطعاها مكعبات مكعبات كده. انتي طبعا لو حابة تبقى مهرية اكتر من كده، حاولي ان انتي تسلقيها جامد وتفعصيها بقى ايه معاكي بأي حاجة. اهو قطعنا كل القرنبيط كده. شايفين؟ هنبدأ بقى ننزل بالمكونات الجميلة اللي في شفشق الخلاط دي. ريحة الحاجات دي كانت تحفة والله، ما كانتش لسه دخلت الفرن وكان ريحتها حلوة جدا. جبنا بقى القالب بتاعنا او الصينية، حطينا شوية زيت ودهناها كويس عشان ما تلزقش فيها. اهو خلصنا. خلاص على كده، لا قلينا ولا طرطشنا زيت ولا خدت ازازة زيت ولا شرب زيت، ولا احنا كمان اتضرينا من الكوليسترول في الزيت. حاجة كده سهلة وسريعة وبسيطة، وممكن تعمليها جنب حاجات كتير. يعني صينية حلوة قوي. خلصنا. هنجري نحطها في الفرن. ما خدتش دقايق وطلعت كيكة القرنبيط الجميلة. قطعناها كده كيكة كيكة فعلا هش خالص اهي. كنا طبعا اليوم ده خابزين، وكان عندي عيش بقى صابح، فايه قلنا لا نقضيها بالعيش النهارده. شايفين جمالها يا ولاد وحلاوتها؟ وطعمها كان تحفة. عايزاكم تجربوا الوصفة بتاعت النهاردة. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. كل سنة وانتوا طيبين وبألف خير يا رب، وتعود عليكم الأيام بخير مناسبة رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. اقول لكم تاني جربوا الصينية دي هتعجبكم قوي 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 قوي. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد. مطبخ زينب علام. مع السلامة.